السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين ديال كيد سبورت، مرحبا بكم معنا. اليوم جينا نهضروا على الفوز ديال المنتخب الأولمبي على نظيره البرازيلي ب1-0 في ملعب فاس. ندردشوا شوية في هذا الموضوع. إذن على بركة الله وبالصلاة والسلام على رسول الله نبدأ هذا البودكاست. أولا هنيئا الفوز لكل المغاربة على منتخب السامبا، اللي منتخب ليس بالسهل، بطل أولمبي بطل العالم. يعني فاش تقول كرة القدم تقول المنتخب البرازيلي، يعني باش تفوز على المنتخب البرازيلي راه ماشي شي حاجة اللي سهلة. واخا يكون كاين واخا يكون ما كاينش، غير الاسم ديال المنتخب البرازيلي تيلعب دور كبير، واش اللي شفناه في المقابلة خصوصا في الشوط الأول. أول حاجة بغيت نهضر عليها هي المسألة ديال مجريات المقابله. تتبين لك واحد الفلسفه اللي خص الانسان يفكر فيها شي شويه. الشوط الاول والشوط الثاني، الا شفتي الشوط الاول كيفاش كان المحاولات ديالنا حنا شويه محتشمه، كيفاش كان البرازيليين هاجمين علينا بزاف. يعني هنا تيبين لك بانه احترام الخصم بواحد الشكل كبير مبالغ فيه، فراه تيربكك ما تيخليكش تلعب لعبك. ماشي تنقولوا بطبيعه الحال انه الانسان غادي يجي وغادي يلعب ضد المنتخب البرازيلي فاتح ويدير اللعب ديالو اللي بغا، ولكن في نفس الوقت ما غاديش يكون محترم الخصم بواحد الشكل كبير لدرجه انه ما يلعبش الكره ديالو. هذه مساله. المساله الثانيه انه الحمد لله في الشوط الثاني فاش قررنا اننا نلعبوا ونبينوا اللعب ديالنا، فولينا دابا احسن منه في بزاف ديال اللحظات ديال المقابله. يعني اللاعب المغربي خصو دائما يدير في باله بانه لا يقل شأنا على اللاعبين الاخرين. بطبيعه الحال تكتيك من المدرب يكون محكم ومزيان، ولكن في نفس الوقت لعب باريحيه ونلعب ونديفلوبي اللعب ديالي. هذه مساله الاخرى هي انه صراحه خصنا نرفعوا القبه على هذا المنتخب. عرفتي باش تفوز على المنتخب البرازيلي وانت سيباري ما كاينش، بوشواري ما كاينش، زلزولي ما كاينش، امير ريشاردسون ما كاينش، بلال الخنوس ما كاينش، ابراهيم صلاح ما كاينش، هادو كلهم كاين متزوجين مع المنتخب الاول. يعني راه بحال لاعب منتخب جديد. فباش تفوز على المنتخب البرازيلي بعد وما عندكش هاد اللاعبين هادو، يعني راه ترفع لك القبعه، القبعات كاع ماشي القبعه واحده. صراحه الله هاد المساله هادي يعني تحسب للمدرب وتحسب للاعبين جزاهم الله خيرا. هذه مساله. عندنا ربح كبير اللي هو الحارس بالعروش، اللي بزاف ديال الناس انتقدته في كأس افريقيا الماضيه، ولكن صراحه الله وخا نقدروا نقولوا ما تختبرش بزاف، ولكن راه كان واحد الاختبارات تبارك الله. حارس مطاطي، يعني الا شفتوا لا سوبليس ديالو كيفاش حيد بعض الكرات، راه تبارك الله. يعني خدم على راسو الحمد لله. غير في هذا الشهور الماضيه اللي من كأس افريقيا لهنا راه خدم على راسو تبارك الله بزاف، وتنتمنوا ليه ان شاء الله انه يزيد يتطور باش يكون ان شاء الله الخليفه ديال بونو في المنتخب. يعني هذا الفوز معنوي رائع للمنتخب المغربي، اللي بطبيعه الحال غادي يعطيه واحد الشحنه ايجابيه باش ان شاء الله المقابلات الاخرى. كما شفنا المدرب الشرعي قال بانه راه عندنا بزاف ديال المقابلات وديه، وباش تبداهم الحمد لله بفوز على المنتخب البرازيلي، فهذا امر جيد جدا. هناك عدة أمور يجب تحسينها في المنتخب بطبيعة الحال. الحمد لله كما قلنا أول حاجة بدها المنتخب لاعب أكثر من النص ديالو ما كاينش الأساسيين، يعني راه فوق طاقتك لا تلام. ومع ذلك داروا كرة زوينة ولعبوا على الإمكانيات ديالهم وحاولوا يمتصوا الحماس ديال الخصم وداروا بزاف تاع الحوايج. يعني احنا إن شاء الله في المرحلة الجاية خص المنتخب دابا يحاول يركز على خلق واحد الانسجام بين اللاعبين. وتنظن انه صعيبه حاليا من هنا بعد حتى الكاس افريقيا، لانه الركراكي لابد ما غادي يستافد من هذوك اللاعبين الاخرين في المنتخب، لانه عندنا كاس افريقيا استحقاق كبير. يعني باش نشاهد واحد الانسجام كبير في المنتخب الاولمبي غادي ننتظروا الى ما بعد كاس افريقيا باش اللاعبين الاولمبيين يرجعوا للمنتخب الاولمبي ويبداوا ديك الساعه تحضيرات الالعاب الاولمبيه ويكونوا حاضرين، باش ديك الساعه نكونوا واحد ميكانيزمات اوتوماتيزمات يكونوا في المنتخب اللي غادي يقدروا باش يساعدونا على باش تكون عندنا واحد الهويه، ماشي نلعبوا كل ماتش بشكل.
والحمد لله والشكر لله اداو اللاعبين اللي عليهم. وفي جميع الحالات يعني دائما الانسان فاش يكون عنده واحد الفوز راه خصو يفرح. بزاف الناس تلقاها متشائمه ولا وهذا ما جاوش وهادو ما داروش ولا عندنا الاخطاء وركزوا على امور سلبيه. خصنا نبدا نفرحوا بعدا شويه، فرحوا بدا. اول حاجه تدخل التاريخ هذه الامور هذه، فوز على منتخب البرازيلي راه ماشي سهله للمره الثانيه على التوالي. الحمد لله فزنا في الكبار ودابا فزنا في الاولمبيين، يعني راه هذه الامور هذه تفرح بعدا. وديك الساعه نخدموا على الامور ديالنا والنواقص وهذا الشيء اللي كاين. تنتمنى ان الجمهور ما يكونش قاسي على اللاعب امين الوزاني اللي ضيع بزاف ديال الاهداف في الشوط الاول، لانه بحال هاد الامور هادي كاينين بعض الجمهور الله يهديهم تيمشيو لمواقع التواصل الاجتماعي وتيهاجموا اللاعبين. فتنتمناو انه ان شاء الله، لانه هاد اللاعب هذا راه لاعب ممتاز ان شاء الله، وفي المستقبل غادي باقي غادي يعطي، وهذا اللي كاين. والى هنا ينتهي البودكاست ديالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والى الملتقى.